مرحبا بكم في قناتكم الوفية الجزائر كما يراها الجيران. شيطان فرنسا وعسكر الجزائر يحتاجون إلى حرب تنقذهم من مصيرهم المحتوم. ماكرون شيطان فرنسا وكبرنات الجزائر يخططون لحرب بين الشعبين الجزائري والمغربي تنقذهم من التنحي. الخبر صادم ومصدره سري جدا. فرنسا تريدها حربا طاحنة بين المغرب والجزائر. تقرير سري استخباراتي أمريكي يفضح المستور ويكشف تفاصيل خطة جهنمية من فرنسا ومن رئيسها ماكرون، حيث سرب أحد المنتديات الغربية الذي يهتم بأخبار السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية منذ 48 ساعة تقريرا مخابراتيا منسوبا إلى مكتب الاستخبارات والبحوث والمعروف اختصارا بحروف ENR. ومعروف أن المكتب الاستخباراتي المذكور مهمته تنحصر في توفير المعلومات والتحليلات من جميع المصادر لكل الدبلوماسيين الأمريكيين المشتغلين تحت إمرة الولايات المتحدة الأمريكية. وحسب التقرير الذي يحمل عنوان فرنسا تريدها حربا طاحنة بين المغرب والجزائر، فكل المعلومات التي توصلت بها الوكالة ENR تؤكد بالملموس أن هناك مخططا جهنميا تم الاتفاق عليه بين الرئيس الفرنسي الماكر إيمانويل ماكرون ومدير المخابرات الخارجية الفرنسية برنارد إيمي لإشعال حرب تكون محدودة بين المغرب والجزائر لإنقاذ المصالح الاقتصادية الفرنسية بمنطقة المغرب العربي وكذلك بمناطق أخرى بإفريقيا الغربية. وقد جاء في هذه الوثيقة الاستخباراتية الخطيرة بعد تنامي دور الرباط في غرب ووسط إفريقيا، والذي عرف نجاحا مبهرا خصوصا بعد دخول الرأسمال الخليجي والخبرة الإسرائيلية إلى جانب الرباط في العديد من المشاريع المغربية على المستوى الإفريقي. هذا ما مكن الرباط بأن يصبح له رصيد من المصداقية في إفريقيا، سواء اقتصاديا أو سياسيا بل وحتى دينيا. ومن جهة أخرى قال المكتب ENR أن المغرب قدم للسوق الإفريقية تجربته ومعرفته ونموذجه الاقتصادي الذي يتكيف جيدا مع السياق الإفريقي والظروف الخاصة بإفريقيا، وتجاوز فلسفة الربح الفاحش المتبعة من طرف فرنسا الاستعمارية إلى الاستثمار المنتج في النقل الجوي والنقل البحري والخدمات المالية والمصرفية ومشاريع مشتركة في العديد من الصناعات. كما أن هذا الاستثمار على مستوى القارة الإفريقية من طرف الرباط تحت شعار قاعدة رابح رابح جعل العديد من الحكومات في غرب ووسط إفريقيا تفضل الشراكة مع المملكة المغربية على حساب مصالح فرنسا. وفيما يخص ردة فعل الجانب الفرنسي، فقد لخصها التقرير الأمريكي فيما يلي: اختارت فرنسا سياسة علينا وعلى أعدائنا، وذلك بنهج سياسة تحريض جنرالات الجزائر عبر تزويدهم بتقارير كاذبة حول استعدادات عسكرية مغربية لاسترجاع الصحراء الشرقية، وأن على الجيش الجزائري أن يستعد جيدا في أي لحظة لفتح جبهة قتال واسعة مع الجيش المغربي. فحسب مكتب الاستخبارات والبحوث المذكور،
ستعمل المخابرات الفرنسية في الشهور المقبلة على الدفع في اتجاه الحرب بين البلدين عبر عملائها داخل أروقة القرار السياسي والعسكري بالجزائر. كما أن الهدف الأساسي لفرنسا من إشعال حرب محدودة بين الجزائر والمغرب وفق ذات الجهة الاستخباراتية السرية الأمريكية هو فتح جبهة مفاوضات بين مسؤولي البلدين تحت إشراف باريس طبعا، لتتمكن فرنسا من إعادة سيطرتها الدبلوماسية والاقتصادية على الجزائر والمغرب، ومن ثم جعلهما مركزا حيويا لإعادة سيطرتها على دول غرب ووسط إفريقيا. هذا إذن ما يخطط له شيطان فرنسا إيمانويل ماكرون مع شياطينه كبرنات الجزائر الذين وضعتهم فرنسا منذ الاستقلال سنة 1962 بمهمة واضحة، هو زرع التفرقة والحروب والكراهية بين شعوب شمال إفريقيا. واليوم المغرب خرج عن السياق ونجح في غزو كل اقتصادات الدول الإفريقية بالثقة وحسن المعاملة ومبدأ رابح رابح، مما جعل المغرب يعود إلى إفريقيا بعد أن شتت شمله الاستعمار الفرنسي الحاقد بمعاهدة الحماية. إذن فرنسا ترى أن كل مصالحها مهددة من طرف المغرب، وتود أن تفعل المستحيل لمنعه من طردها نهائيا من إفريقيا، ما يعني اندثار الاقتصاد والقوة الفرنسيين. وطبعا كبرانات فرنسا لن يعود لهم سببا للوجود إذا اندثرت فرنسا من شمال إفريقيا ومن غربها ووسطها، لأن أصلا مهمة كبرانات فرنسا كانت هي تمكين فرنسا من استغلال خيرات إفريقيا ومعادنها وثرواتها. وهنا يكمن السر وراء تمسك كل من فرنسا وكبراناتها بالجزائر بزرع حرب ضروس بين الشعبين المغربي والجزائري، حرب تبقى الوحيدة الكفيلة بإعادة سيطرة فرنسا على الوضع بكل إفريقيا.